السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة. معايا كوبايتين دقيق، كوباية دقيق ابيض على كوباية دقيق بسبوسة اللي هو السمين. معايا كوباية الا ربع زيت. معايا كوباية، نص كوباية جوز هند، ونص كوباية مطحونة، جوز هند مطحون. معايا اللهم صل على النبي زبادي. معايا بيضتين، كيسين فانيليا، ونص كوباية سكر. هننزل بالمادة الدهنية وعليها السكر، هنضربهم كويس قوي في الخلاط الأول زي ما احنا شايفين كده. مش عايزين ننسى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اهو احنا ضربناها لغاية اما بقت كريمي خالص، كل الحبيبات بتاعت السكر دابت. ماشي، هنضربها اهو. هننزل بقى بالبيضة، بيضة بيضة، ونضرب. يعني نزلنا بأول بيضة وهنضرب البيضة عليها باكو فانيليا، ولو في فانيليا سايلة يبقى أحلى كمان 100 مرة. ادي البيضة التانية نزلنا بيها، وهننزل بالفانيليا، كيسين فانيليا، وهنضربها كويس زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله. هننزل بالزبادي، دي كوباية زبادي كبيرة. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده هنضربها تاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نزلنا بقى، احنا خلصنا كده الحاجات السايله. نزلنا بقى بالحاجات الكافه. الجوز الهند، نص كوبايه الجوز الهند اللي احنا عاملينها في الخلاط، حطيناها على كوبايتين الدقيق اللي هم كوبايه دقيق سمولينا او دقيق البسبوسه، وكوبايه دقيق ابيض. انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه. ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الرواني او كيكه البسبوسه. معايا نص كوبايه لبن، بس ايه انا شايلها على جنبها. شوف لو كانت هتعوز حاجات سايله تاني ولا على حسب القوام بتاعها يعني. كده فضينا المواد السايله اللي في الخلاط اللي احنا ضربناها في الخلاط. هنقلبها بقى كويس في الدقيق، في كله في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ابصوا كده طلعت تقيله، فانا هحط اللبن حبه حبه لغايه اما القوام اللي انا عايزاه ايه يتظبط معايا، وكله في اتجاه واحد عشان الهواء اللي فيها ما يطلعش. ما تنسوناش من لايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. زي ما حضراتكم شايفين كده، خلاص كده القوام ده اللي انا عايزاه. انا الصينيه اللي انا هعملها فيها دهناها ماده دهنيه ومعفراها بالدقيق. عفوا. خلاص بقى اهي الصينيه اهي انا دهناها ومعفراها بالدقيق عشان ما تلزقش فيها. هننزل بقى بالكميه بالخليط كله في قلب الصينيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طلعت تحفة جميلة في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا انا بهزها عشان اظبطها، وهنخبطها خبطتين كده قبل ما ندخلها الفرن. في الوقت ده انا مشغله الفرن بقالي 5 دقايق او 10 دقايق زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. احنا عاملين لها شربات. الشربات عبارة عن ايه؟ كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة وفانيليا، بس لما تغلي غلوتين. انا عايزة الشربات بتاعها مش تقيل، خفيف زي شربات البسبوسة بالظبط. انا كده بخبطها خبطتين عشان ايه؟ الهواء اي فراغات فيها تطلع. وهحطها في الفرن. نحطها بقى في الفرن يا حبايبي ونرجع ونشوفها اهي. بسم الله ما شاء الله. هي خدت مني تلت ساعة بالظبط في الرف الوسطاني زي ما حضراتكم شايفين طالعة ازاي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الشربات اهو، وجوز الهند ده للتزيين الوش.
وطرية وهشة وفي منتهى الجمال. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنسقيها بقى. الشربات بارد، البسبوسة الكيكة سخنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عرفنا منين بقى اللي هي ناجحة؟ ان اول ما تحطي عليها الشربات تلاقي الشربات بيتشرب على طول كده، تعرفي ان هي هشة وفي منتهى الجمال من جوه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بص الشربات شربت الشربات على طول اول ما حطيته. هنزينها بقى بجوز الهند. انا سبتها تبرد حبة بس مش كتير، حبة بسيطة بس تهدى. هي طرية ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انا هقسمها بالراحة. هو المفروض ما تتقطعش دلوقتي وهي سخنة، تتقطع لما ايه تهدى، بس انا عشان ايه اوريها لكم. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله الفرد الواحد الاحد. لا اله الا الله الفرد الصمد. زي ما حضراتكم شايفين كده. اي بقى تقسيمه انت عايزاها وحباها. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان شاء الله وصفاتنا تنول اعجابكم، وما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. هنبتدي بقى نزينها بالجوز الهند. بسم الله بسم الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. طول ما احنا واقفين زي ما احنا متفقين نعطر فمنا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الله زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل بقى جنبيها حاجة نشربها عشان الولاد يشربوها معاها. زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. انا كده بزينها كلها بجوز الهند. مين كده زي من عشاق جوز الهند؟ انا عاشقة لجوز الهند. بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنقطع بقى حته، هو المفروض ما اقطعش منها غير لما تبرد خالص، بس انا قلت اقطعها اوريها لكم. زي ما حضراتكم شايفين كده. طلعت هشة وجميلة في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. ويا ريت ما تنسوناش من التعليقات الحلوه بتاعتكم وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. اللي يجرب يعملها يقول لي رايه في التعليقات. اهي شايفين هشه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ بألف هنا وشفا على اللي هياكلها وعلى اللي هيعملها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده هعمل بقى كوبايتين كاكاو عشان الولاد ايه يشربوها بياكلوا وهم بياكلوها. انا طبعا بطلع الصينيه البايركس على القرمه الخشب الصغنطوطه دي، عشان البايركس ما ينفعش يتحط على الرخامه وهو سخن. اهو عملنا الكاكاو، كوبايتين الكاكاو. طبعا كلنا عارفين احنا بنعمل الكاكاو ازاي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هندوقها بقى سوا عشان اقول لكم طعمها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هي سخنة يعني المفروض تهدى شوية عشان الواحد. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.